انا هضرت مع ولدي الكبير وقلت ليه شوف ماما انا راه غادي نعاود نتزوج وهذه وهذه وهذه. قال لي ايزيتو فيدا، يعني هذه ماما الحياه ديالك. والله العظيم دازت واحد المحادثه مع ولدي نزار زوينه بزاف. اسمع صيفط لك الاوديو ديالو، قال لي ما شاء الله هذا الولد بحال كتهضري مع شي انسان عنده 40 عام. قال لي شوف ماما، قال لي انتيا عندك لا فيدا ديالك وانا كنشوفك كتكرفسي بزاف وكتخرجي بوحدك واش ماما هذا الراجل غادي يبغيك؟ واش ماما هذا الراجل غيتهلا فيك؟ قلت ليه قال لي ما غيكونوش عندكم معاه المشاكل وغتبقاو تغوتوا وغتبقاو تدابزوا؟ قلت ليه لا. قال لي صافي انا ماما هادشي اللي بغيت، حتى انا راه غادي نكبر وغيجي واحد النهار وغندير لا فيدا ديالي، انا غندير الحياه ديالي مع واحد المخير. انا ولدي هو اللي كيهمني، ولو كان ولدي قال لي يا ماما ما بغيتوش كونوا مسكرين ما كنتش غناخذو. ولدي حماق عليه وبغاه من اول نظره، تيقول لي انا مرتاح ليها ماما. المهم اختي انا اليوم جاتني عليكم بغا نجمع معكم. اليوم انا بغا نجمع معكم، نسمح فيك واحد الدقيقه. شنو دقائق هما نسمح فيك واحد شويه تنجمع مع حبيبات قلبي لحقاش توحشتهم. المهم غنحاول نجاوب شويه بشويه. المهم اللي ما جاوبتش على السؤال ديالها انا كنعتذر منك اختي الا ما قدرتش نجاوبك على هذاك الشيء اللي انت سولتيه لي. ومن هذاك الشيء اللي فكرتو غنجاوب عليه. اول سؤال غادي نجاوب عليه هو كيفاش تعرفتي على ايوب وكيفاش قررتوا انكم تزوجوا. هو الصراحه داك الشيء ديالنا حنايا جا بحال داك الشيء ضرب الخفن. ايوب تعرفت عليه في الانستغرام، هو دخل عليه من الانستغرام. بحال ديك السحابه والله الا جات السحابه وطاحت الشتا. تعرفت عليه في الانستغرام، دخل عليا كتب ليا، بقى كيكتب ليا، انا ما شفتش الحساب ديالو بصراحه. هضرت مع الام ديالي، جمعت لي وريقاتي، هو مشى معاه المغرب، جمعت الوريقات ديالو. صافي قررت غادي ندير واحد الحفيله غير في الدار. هذاك العرس راه كيفاش تدار، داك العرس راه ما نعرف كيفاش تدار. المهم قررت غندير حفله ديال عقد القيران غير في الدار، انا والعائله ديالو، اصحابي المقربين اللي كيكونوا معايا كيهضروا معايا كل نهار، يعني صحابي المقربين. فجأة كنشوف راسي هذاك الكميه ديال الناس ما غتقدنيش ليهم الدار. قررنا نديرو في شي قاعه، من بعد درنا في القاعه قلت انا نزيد واحد جوج طويلات وهذا وغندير غير داكشي بسيط. ساعه جاو صحابي كل وحده دارت لي حاجه كادو، جاو عندي صحاباتي كاملين. المهم يسر الله في كل شيء، سبحان الله العظيم. يسر الله في الوراق ديال العقد، يسر الله في شكون يجيبهم لينا، يسر الله في العرس، يسر الله في الرزق، يسر الله في كل شيء. شي انا غنوي والحلال والله. والحمد لله. شوفوا الانسان كيطلب الخير من عند الله، ودائما ربي سيفرجها عليك في واحد النهار. وكيف انا غنصحكم نصيحه وحده بحال اختكم، انا راه ماشي دريه صغيره، انا راه عندي 31 طلعت 32، راني مازال الحمد لله يعني ماشي مازال صغيره، انا راه بعقلي وكنعرف شنو ندير وكنعرف كيفاش كنتصرف. والحمد لله الناس كاملين ايدوني على هاد الفكره انني نعاود حياتي، لاني انا مازال صغيره، انا محتاجه راجل في حياتي، محتاجه الحنان، محتاجه السند، محتاجه شي حد يكون في كتافي محتاجه شي واحد اللي يحن عليا، اللي يبغيني. انا ما يمكنش نبقى بوحدي حياتي كامله، فاكيد خصني نختار واحد الشخص مناسب. وانا ما ندماناش حيت اختاريت هذا الانسان، انا كنتمنى معاه الخير وحتى هو كيتمنى معايا الخير، ولكن راه المكاسبنا قدام الله اللي كيعلم عليها. اهم حاجه هو الاحترام والود والعطاء بين الزوجين. المهم انا باش ما نطولش عليكم بزاف، انا حاولت نعطيكم خلاصه ديال الزواج ديالي، كيفاش حتى قررت نتزوج. القرار ديالي ما جاش غير هكاك، القرار ديالي جا راه مده طويله وانا كيجيوني عروض وما كنوافقش. علاش؟ لحقاش ما كنت كنخاف على ولادي، وبمجرد انني كنقرا الانسان كنعرف هاد الانسان واش غيبغي لي ولادي ما غيبغيش لي ولادي. وكان هذا هو الشرط ديالي الوحيد، الراجل اللي غيكون في حياتي خاصو يبغي ولادي عاد يبغيني انا، حيت الا ما بغاش ولادي بغاني غير بوحدي اكيد ولادي غيبقى يحس بهم ثقالين عليه. انا ايوب ما حسسنيش هذاك الاحساس ديال ان ولادي ثقالين عليه، بالعكس كيبغيهم كيحبهم بحال وليداتو. والله وانا كنشكرك لانك كتعاملهم مزيان، وكان زعما عوضهم على بزاف الحوايج اللي هما مساكن محرومين منها. والحمد لله هذا فضل من فضل.
وصافي هذا الشيء اللي كاين. المهم انا واحد الحاجه بغيت نقولها لاي مرة بحالي، الا جاتك الفرصه انك تعاودي حياتك مع الشخص الصحيح عاوديها، توكلي على الله وقولي بسم الله. الحلال ما فيها عيب انك ديريه، الحلال ماشي عيب. بزاف ديال الناس كتبوا لي، ماشي بزاف، واحد 5 ولا 6 تعاليق اللي جاوا لي في هاد الفيديوهات كاملين. وانتيا تعديتي عندك اولاد، وانتيا ما تتزوجتي على ولادك، علاش خصني ما نتزوجش؟ علاه هذوك ولاد الا بقاو راجل اللي يحسن بحال وليداتو، ماشي انا اول وحده ولا انا اخر وحده، بعداد مني، علاش انا غنمشي ندير الحرام؟ انا اللهم نتزوج ونستر راسي ونكسر مع واحد ولد الناس ونعيشوا مزيانين وفرحانين، وهذوك الناس حتى هما يلقاو واحد الحنان اللي يحن فيهم، ويلقاو اللي يتهلا فيهم، ويلقاو اللي يخرجهم واللي يلعب معاهم واللي يديهم من البحر، وزيدوا زيدوا زيدوا بزاف ديال الحوايج اللي الا جيت نقولهم لكم بزاف. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين، وقصتي مشات من الجواد وانا بقيت مع ولاد الجواد. عرفتك كتبكي دابا وتاثرت والله العظيم، لو بقات كتبكي وتاثرت لحقاش انا ما نكذبش عليكم، انا كنت قلت لي انا ولادي ما محتاجينش اللي يجي ينهزرهم ولا يجي يغوت عليهم ولا يجي يقلل منهم ولا انا الا بغيتي لي ولادي نحطك تاج على راسي. الا ما بغيتيش لي ولادي تعاملتي معاهم خايب، فكون متاكد المصير ديالنا غيكون الفراق، لانني انا ما نتقبلش. انا كنتعب على هاد الاولاد ومغربه عليهم ومكرفسه عليهم ومبعده على والديا ومبعده على امي، على قبل من انا مبعده على والديا وعلى امي وعلى خوتي وعلى فصيلتي وعلى كلشي، غير على مستقبل ولادي. اما انا كون ما كانوش عندي هاد الاولاد نمشي نرجع نعيش غير في المغرب ديالنا، راه المغرب ديالنا تبارك الله احسن من اوروبا، نمشي نرجع نعيش حدا امي، ولكن انا مغربه على مستقبل وليداتي، على قرايه ولادي، يعني اكيد غادي نفكر فيهم قبل ما نفكر في راسي. صافي حبيباتي هادشي اللي كاين، وانا اطمئنوا عليا. هذوك الناس اللي كيكسبوا داير عينيه داخل على الطمع، اش من طمع غيدخل عليه؟ واش كاين شي واحد كيدخل على مرأة عندها مسؤوليه ديال 3 الولاد وداخل على الطمع؟ علاش عندي انا باش يطمع فيا؟ انا ما عندي والو، الحمد لله عندي الله سبحانه وتعالى، والحمد لله برزقه وبخيره وبخميره وخدام تبارك الله بدراعه، كاع محتاج ليا انا يطمع فيا. من ناحيه الطوموبيل هو الحمد لله عنده طوموبيلته، راه غير خاسره كاينه عند الميكانيك، راه انا طوموبيلتي هزيتها باش نحرك لها الموتور حيت قرب يموت. اما هو راه طوموبيلته الحمد لله برزقه وبخيره وبخميره، الله يسهل عليه والله يزيدو خير في خير ان شاء الله، والله يرزقنا من حيث لا نحتسب. هذا ما كان. وما عمركم تبقاو تشوفوا الانسان تقيموا الانسان بالفلوس، الانسان تيتقيم بالمعامله ديالو وبالشخصيه ديالو وبالطيبه ديالو.